أصدقائي صباح النور، مرحبا بكم في واحد الفيديو جديدة. الفيديو ديال هذا النهار كما شفتيو راها مطولة ومختلفة على كاع الفيديوهات اللي درتهم في القناة ديالي. نتمنى ان هذا النوع ديال الفيديوهات يعجبكم، ونتمنى انكم تبقاو حتى التالي، حيت هذا النهار غادي نعاود لكم قصص ديال الناس للعبرة. هذا النهار ماشي نصائح، هذا النهار ماشي دويره في الفيرما، هذا النهار ما نهضروش على الدجاج، ما غنهضروا على حتى شي حاجه من داكشي اللي شفتيوه قبل. غنعاود لكم قصص اللي اندازوا بهم الناس فاش كانوا بغاو ياخذوا الاراضي، ولا اللي خداوهم، ولا المهم شي قصص اللي عندها علاقه بالقانون، عندها علاقه بالتقوليب، عندها علاقه بالذكاء. كنتمنى كما قلت لكم انهم يعجبوكم، ولا عجبوكم خليو لي في التعاليق الانطباعات ديالكم، ولا كانوا عندكم حتى نتوما شي قصص شاركوهم معايا. ما نطولش عليكم بزاف، نبداو الفيديو. لكن بعد قبل ما نبداو غبره هذه شحال وانا غابره عليكم ما حطيت شي فيديو. راه قلتها لكم داك المره ما تلومونيش تا انا توحشتكم كما نتوما توحشتوني. راه مره داك مره في العام، مره في 6 سنين غنبقى نطلع لكم بحال هكا بشي فيديو ولكن الا شجعتيني راه نقدر نحط لكم هذا النوع ديال الفيديوهات بلو سوفون، لانه كاين قصص كثيره اللي تعاودت ليا واللي عرفتها واللي تقدر تفيدكم حتى نتوما باش تردوا بالكم. بغيت غير نوريكم واحد الحاجه وندخلوا نيشان في الموضوع. هنايا مورايا راه كتشوفوا، ما عرفتش واش كيبان لكم هنايا كاين هاد المطيشات، ها هما دابا باقي خضر هنايا، وهذيك راه كاينه النواره ديال القرعه تما، ولكن ما عطاتش القرعه لان ما تلقحاتش، ما عنديش كندير باش نلقحها. وهنايا كاين فوق مني عاوتاني شويه ديال اوراق سيدنا موسى كيبسوا. المهم ديما كاين شي حاجه ما تقضى في هاد، وراه جرده صغيره، جرده راه ما فيهاش حتى 2 متر على 50، يعني فريمون صغيره، ومخرجين منها هاد العجب كامل. كنصحكم انكم تاخذوا شي قهيوه ولا شي براد داتاي ولا شي دكيكه، ولا الا كنتي غادي تقضيو شي غرض حطوا التليفون، خليوه مشعول باش تصنتوا وسيروا قضيو الغرض ديالكم او ميم طون، توانسوا بهاد القصص هادو اللي غادي نعاود لكم، لان القصص خاصها شويه ديال التركيز، تعطيها ودنك باش تقدر تفهم المعنى فين غادي. ونبداو القصه الاولى على بركه الله. بالنسبه لهاد القصص كاملين اللي غادي نعاود لكم، راني غيرت فيهم الاسماء ديال الناس والمناطق ولا البلاصه اللي يعني اللي خداو فيها الارض، باش ما يكونش واحد يعني باش نحترم الخصوصيه ديال هاد الناس هادو، باش ما يكونش شي مشكل من بعد. ومهم كما قلت لكم انا هاد القصص هادو يعني هي للعبره، باش تستافدوا منها، باش تردوا بالكم، وحتى الفرجه بالنسبه للناس اللي مقبلين على انهم ياخذوا اراضي فلاحيه، او اللي ديجا عندهم اراضي فلاحيه، او اللي ساكنين في الباديه وما كانوش عارفين هاد المعلومات اللي غادي تلاقاوهم هذا النهار. دونك المهم الاسماء والاماكن والمدن ولا المناطق ديال هاد الناس هادو راني بدلتهم. القصه الاولى اللي غادي نعاود لكم هي واحد القصه ديال واحد السيد اللي غادي نسميوه ابراهيم. ابراهيم هو واحد ولد البلاد اللي قرا هنايا في المغرب، وحتى دار 18 عام وبدا كيتعلم اللغه الالمانيه باش انه يخرج لالمانيا. قال عندي فرص تما، علاش لا ما نمشيش لهذيك البلاد، تقدر تعطيني. ايفيكتيفمون مورا 18 عام بدا كيتعلم اللغه الالمانيه، وحاول انه يلقى شي خدمه تما. خرج لالمانيا، خدم تما، بقى كيدبر من هنا لهنا لهنا. نتوما عارفين الناس اللي كيكونوا عايشين في الغربه وباقي الله مشاو صغارين، يعني كيتكرفصوا واحد شويه، ما كيكونوش عارفين بزاف ديال الحوايج اصلا. واحد اللي يعني اللي كيكون عنده 20 عام راه ما كيكونش عارف بزاف ديال الحوايج، وعاد في بلاد وحده اخرى اللي جديده عليك، وتقاليد وحده اخرى، وثقافه وحده اخرى، ودين واحد اخر، يعني كتكون واحد الصعوبه باش انك تتاقلم. ولكن الحمد لله بالنسبه لهذا السيد هذا ابراهيم كيقول باللي راه قدر يدير بلاصتو، دار يعني واحد لو سيركل ديالو ديال الاصدقاء اللي قرابين ليه، اللي قدر انه يتعاشر معاهم ويتوانس معاهم، وخدم من هنا لهنا لهنا. مهم دوز داك ال10 سنين الاولى بخير. دخل من بعد المغرب وقدر انه يتزوج، يعني قلب على واحد السيده من هنا من المغرب وداها معاه تما لالمانيا، تزوج بها بطبيعه الحال، وداروا عائله ديالهم، كانوا عندهم 3 ديال الوليدات وعايشين بخير. يعني كانت الامور ديالو كلها ميسره، وحتى بالنسبه للصالير ديالو فراه كان مساعدو، يعني كان كيقدر انه يعيش منه وليداته وعائلته، وكان كيقدر انه يصيفط الفلوس حتى لعائلته اللي كاينه في المغرب. راكم عارفين ملي كيكون
مثلا واحد اللي ولد البلاد ولد اوروبا كيكون عنده واحد الصالير، وولد المغرب اللي مشى لتما عنده نفس الصالير، فضروري المغربي كيقدر يوفر شي شويه اكثر، لانه يعني النيفو دو في اللي كاين عندنا في المغرب هنا كيكون ناقص بالنسبه لاوروبا، فدائما داك الصالير كنحسوا به بحال راه هو زايد، ولكن راه هي ما هي. مي دائما حنايا كنحاولوا ان حنا نوفروا اكثر ونعاونوا العائله اللي كاينه في المغرب، ويعني هو كان غادي في هذا الاتجاه هذا. ولكن كان عنده دائما واحد الحلم ديال انه يرجع للمغرب ويدير ريضه ديالو هنايا في البلاد، ويعيش هنايا في البلاد ويرتاح، يعني تكون عنده واحد الارض اللي غادي يدير فيها شويه ديال الغنم، شي بقيره ولا جوج، شويه ديال الدجاج، يدير فيها الشجيرات، يتكلف بواحد البوطاج يزرع فيه، ياكل داكشي اللي كيزرعو. يعني كان عنده دائما هذا الحلم، وهذا الحلم كنظن انه بزاف ديال المغاربه كيتقاسموه. لان هي مؤخرا صراحه في الوقيته ديال كورونا بزاف ديال الناس ولا عندهم هذا الحلم هذا ديال انهم يعني يمشيو للباديه ويبدلوا الجو ويتقربوا اكثر من الطبيعه. ولكن من غير هذا الشيء ديال كورونا فكنظن ان حنا المغاربه، اما الجيل ديالنا ولا الجيل اللي قبل ولا الجيل اللي قبل، كاملين عندنا شي واحد اللي في الباديه، ولا شي واحد اللي كيدير الفلاحه، ولا شي واحد جدو اللي في الباديه. يعني دائما عندنا هذا القرب من الباديه، عندنا ماشي شي وحدين اللي زعما بعادين على العروبيه ولا هذه، بالعكس دائما عندنا واحد الاصول ولا شي حد اللي كنعرفوه ولا شي عائله ولا جده ولا هذه اللي قريب من الباديه، فكيكون عندنا واحد الكونتاكت مع العروبيه، ودائما كان يعني داك الاحساس ديال الباديه راكم عارفينه. فهو تا هو كان عنده داك الحلم ديال انه يرجع للباديه، وكان دائما كيحاول انه يوفر شويه ديال الفلوس باش يقدر يشري شي اريده ويجهزها ويجلس فيها من بعد ما يكبروا ليه الوليدات. كان عليه بدا كيجمع الفليسات من طبيعه الحال، وصل لداك السن ديال 45 46 سنه تقريبا. بدا كيقلب على ارض، كل مره كيهبط فيها في المغرب كيقلب على شي ارض، حاول انه يقلب على شي ارض اللي تكون في المنطقه، في ديالو هو، من المنطقه اللي جا فيها. المهم غنقول لكمش البلاصه كما قلت لكم بالضبط، نقولوا حنا الجنوب تقريبا. حاول انه يقلب على شي ارض في داك البلاصه اللي كاين هو فيها، وبدا كيقلب كيقول باش كما كان الحال، يعني هي غادي تكون قريبه ليا شي مدينه اللي كبيره باش يقدر ياخذ الطياره غابيدمون ويرجع غابيدمون، ومن طو قريبه ليه عاوتاني لعائلته وحبابه. دونك قال علاش لا اللي ما نبقاش في هاد لازون هادي، وبدا كيقلب تما. كل مره كيهبط المغرب كيقلب، راكم عارفين باش تلقى دار ولا ارض ولا وسورتو الاراضي صعيب باش انك تلقى شي ارض اللي هذا كياخذ الوقت اكثر من الديور، خاص الوقت طويل وتمشي وتشوف وتعاود ترجع تسول على الاوراق، والاغلبيه الاوراق ما كيكونوش مقادين، يعني واحد البروسيس اللي هو طويل. دونك خدا ليه واحد المده باش انه يلقى داك الارض اللي عجباتو. كانت معلقه عليها واحد البلاكه ديال ارض للبيع، ومهم مشى لهذيك المنطقه، شاف هذيك البلاكه، وهنا غادي تبدا القصه ديالو. منين مشى باش يشوف هذيك الارض، سول واحد السيد. دابا هي الارض كاينه هنايا للبيع، وحده واحد الارض اللي ديجا مسكونه وفيها ناسها وفيها واحد الراجل بالدار ديالو بولادو بالبهايم ديالهم بالمسائل ديالهم. قال ليه الله يخليك بغيت نشري هذه الارض هذه. قال لي مرحبا، هي اللي ما تعاودش، حنا غنسميو هذاك السيد مول الارض غنسميوه التهامي. قال لي هي اللي ما تعاودش. قال لي بغيتي تشوفها فوقتاش بغيتي تشوفها؟ قال لي بغيت نشوفها دابا. قال لي واخا عطيني قسم المكان انا جاي معاك. صافي دخلوا لداك الارض، شافها فيها واحد 3 القطارات تقريبا، السيد عجباتو. جايه مواطيه حيت الاغلبيه ديال الناس كيبغيو الوطن، ماشي بحالنا حنايا كنبغيو اختارين الارض ديالنا فيها الكديه. دونك عجباتو الارض مواطيه، التراب ديالها بان ليه زوين، الشمس كيفاش كدور عليها بانت ليه زوينه، الناس اللي حداه بانوا ليه زارعين شي حوايج، قال تخيل راسو حتى هو انه يقدر يزرع داك الحوايج. يعني الارض عجباتو. قال لي واش محفظه تهامي؟ قال لي ايه راه محفظه. قال لي صافي مرحبا، انا غادي نعاود نرجع وقيته واحده اخرى باش نعاود نشوف هاد الارض هذه كي دايره. مشى صافي، مشى بحالته. هو خارج واحد السيد جارهم في الطريق من البعيد شافو كيشوف داك الارض، ما هضرش معاه. ابراهيم خارج من الارض شاف هذاك السيد، قال ليه السلام عليكم. السلام عليكم، ومشى. داك السيد ما هضرش مع ابراهيم، ما قال ليه حتى شي حاجه، من غير السلام عليكم مشى ابراهيم بحالته. ودازت عاوتاني واحد المده،
المره اللي موراها كيعيط لهداك التهامي كيقول ليه الارض واش باقا ما تباعتش، كيقول ليه الارض باقا ما تباعتش، كيقول ليه ان شاء الله تكتب ليا مرحبا سيدي فوقتاش غادي تجي. قال ليه المره الجايه غادي نجي ان شاء الله، راه غادي نقطع واحد 10 ايام في الطياره وغادي نجي وغادي نجلس وغادي نقادوا المسائل ديالنا في هذه الارض هذه باش صافي داك الساعات نطرقوها. قال ليه هي اللي ما تعاودش صافي. موراها بواحد 6 شهور تقريبا ابراهيم خدا بي ديال الطياره ايفيكتيفمون خدا 10 ايام الي غوتور رجع بحالته لهاديك البلاصه لا زون اللي بغاها، مشى للارض عاوتاني باش يشوفها. عيط لتامي في الصباح قال ليه راني غادي نجي باش نشوف الارض. قال ليه تامي مرحبا. مشى ابراهيم باش يشوف الارض، ولكن هو قال دابا انا الارض عجباتني والتراب ديالها عجبني والمنطقه عجباتني، وخاصني غير حاجه وحده اللي غادي نتاكد منها هي الماء واش كاين ولا لا، لان بزاف ديال الاراضي في الجنوب كيكون الماء فيهم قليل، ولا ماشي غير في الجنوب صراحه في المغرب كامل سورتو مع هذا الجفاف اللي كان مؤخرا. يعني كانوا الناس لقاو بزاف ديال الصعوبات، البيار ديالهم وكحوا، السقي ما كيقدروش يسقيو وكيتخلاو على الاشجار ديالهم، يعني كانوا بزاف ديال المشاكل في هذه المساله هذه ديال الماء. فهو قال انا باش ما نوقعش في هذا المشكل هذا غادي نقلب الماء واش كاين ولا لا. لاحظ انه الثمن ديال داك يعني الشركات اللي كيجيو باش كيقلبوا لك الماء جا شويه طالع. قال ما غاديش نخسر هذا الشيء وانا ما عارفش الماء واش كاين ولا لا، ندير الطريقه التقليديه ديال التفركه يعني لو سورسيي. دايوغ هذه هي الطريقه اللي درناها حتى حنا في الارض ديالنا. النهار اللي بغينا نقلبوا الماء واش كاين ولا لا كتجيب واحد السيد كيكون عنده واحد العود ايغريك كيبدا يقلب. هو كيجيك داكشي بحال الشعوذه باش نقول لكم ولكن هذه الطريقه اللي قديمه كيستعملها الانسان باش كيقلب على الماء فين كاين بلا فورس ديال لو شون الكترومغنيتيك ديال الماء. فاش كتحط داك العود وكدوز فوق ان بوين دو هو كيبقى يتحرك بوحديته. راه تقدروا تجربوها حتى نتوما الا بغيتيو، راه ماشي شي طقوس في شكال ولا. المهم قال انا باش ما غاديش نتقولب عقلوا دابا معايا هنا الى هذه النقطه هذه ديال هذا السيد ديال التفركه اللي غادي يجيب على هذه النقطه ديال الماء هي المربط الفرس. قال انا هي باش ما غاديش نتقولب غادي نجيب واحد التفركه اللي غادي يكون واحد الفيلاج اللي بعيد باش ما يضحكش عليا يقول لي الماء كاين وهو ما كاينش ولا هذه. غادي نجيب واحد اخر براني على هذه المنطقه ويشوف لي الامور كي دايره. جاب واحد السيد واحد الفيلاج واحد اخر مشى هزو دخل عند التامي باش يقلب الماء. داك السيد بقى يقلب 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 يقلب. هو يلقى الماء فين غادي يلقاه؟ غيلقاه في واحد البلاصه حدا واحد البير كان قديم تما في الارض. باينه فيه واحد البير اللي تحفر شحال هادي على 40 متر تقريبا، يعني ما غارقش حتى بزاف وبطريقه تقليديه باش محفور داك البير. تما فين كان هاد التفركه هذا ولا هاد لو سورسي كينيش ليه على ود الماء. قال لي راه هنا كاين الماء. فرح قال اذا البير فيه الماء. كيطلب بحال هكا كيبان ليه البير راه ديجا فيه افيكتيفمون فيه واحد شويه ديال الماء تما. قال مزيان مسائل غاديه مزيان. صافي مشى يتفاهم مع التهامي قال ليه التفاصيل راكم عارفين شنو غادي نديرو، شحال غنكتب ليك شحال غنعطيك كذا ما كذا. التهامي حتى هو صافي تفاهم معاه. الثمن اللي قال ليه كان موالمو من طبيعه الحال نقص ليه شي بركه غير حنا مغاربه ضروري خصنا نشطروا راكم عارفين دونك نقص ليه غير شي حاجه اللي بسيطه وصافي تفاهموا هو بيا. قال لي ان شاء الله عطيني غير واحد يومين ولا 3 ايام نوجد الامانه ونديروا شي وقيت نشوفوا شي نوطير باش نمشيو نقضيو عنده هذا الغرض هذا وصافي الارض تكون ديالي. قال لي هي اللي ما تسهلش. صافي قال لي شوف منين الارض دابا غادي تكون ليا على ما نخرج هذيك الامانه كلها وباش نطرقوا علينا هذا المسمار انا غادي نعطيك واحد العربون دابا. قال ليه تامي طبيعه الحال هادشي اللي كان ساين باش صافي حتى انايا نفضي عليها هاد البيعه والشريه. راه مده وانت كتقول لي راه غنجي ودابا عاوتاني كتجي كل نهار يومين. ما كرهتش انا نفك عليها هاد البيعه والشريه وخذها والله يعاونك. صافي هو يجبد ليه واحد المليون اسبيس عطاها ليه طق 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 عطاه الفليسات ديالو وقال ليه صافي مفاهمين انا وياك السلام عليكم السلام عليكم الله يعاون الله يعاون. قال لي صافي الارض ديالك بصحه السي ابراهيم الله يعاون السي تهامي. مشى رانا دازت واحد اليومين عاوتاني قال غادي نمشي نضرب واحد الدويره تما في الفيرما نشوف الامور كي دايره تما نشوف الارض ديالي كي دايره. راكم عارفين واحد عنده واحد الوقت قليل يعني واحد 10 ايام تقريبا باش يقضي هذا الغرض هذا كامل. وعنده واحد لاسومبلي شحال هو مقاتل عليها باش انه يجمعها وباغي يدير واحد المشروع مستقبلي وباغي يدير يعني
بزاف ديال هذا كيتخيل راسو في هذيك الارض وكيتمنى غير فوقتاش انه ياخذها ويدير فيها كاع داكشي اللي باغي، وكل مره انجيكتي فيها شويه ديال الفلوس، كل صفره يرجع فيها يحط فيها شي حاجه، يدير الدار، يدير الشجر، يدير هذه، يعني بقى غادي مع داك الحلم ديالو بواحد الطريقه زوينه، وقال انايا باش زعما نتاكد من اللي هذه الارض هذه راه ديالي، نمشي نعاود نصور نصيفطها للمدام نوريها لخوتي كذا كذا. دازت عاوتاني لا غدا ليه، قال نعاود نرجع عاوتاني نقلب الارض كي دايره، عاوتاني رجع عيط لتهامي قال لي واش كاين، قال ليه كاين. رجع هو في الوقيته ديال الغروب، كنمشي نشوف عاوتاني الارض كي دايره في هذه الوقيته هذه، رجع عنده في العشيه لقاه موجد ليه الكاسكروط، المليويات، الحرشه، برداتاي، زبيده بلديه، جالسين كيشربوا برداتاي، كيدور في الارض كيشوف الشمس منين كتهبط، منين كتهبط كيشوف الدنيا كي دايره، عاوتاني طلع على البير بان ليه فيه الماء، قال صافي كل شيء مزيان الحمد لله، الارض مكتبه ليا، هنا فين غادي نبدا المشروع ديالي ديال التقاعد. دازت واحد اليومين قال غادي نعاود نرجع باش نشوف تما الارض كي دايره، غير هو بهاد المره هادي فاش غادي يمشي ما غاديش يعيط للتهامي، ركزوا معايا في هاد النقطه. صافي مشى للارض ديالو باش يعاود يشوفها كيفاش دايره، ما عيطش للتهامي هذا، وداك النهار نيت ما كانش التهامي، مشى للارض ديالو باش يشوفها كيفاش دايره، بقى كيدور يدور 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 ويطلع عاود يطلل على البير. فاش كيطلع على البير كيلقاه واكح ما فيه حتى شي حاجه والو، بتقطره ديال الماء. قال ما يمكنش، عاد هذه المره الاولى والثانيه جينا لهنايا طلينا لقينا البير بلي راه فيه الماء، دابا ما فيه حتى قطره، ما يمكنش. بقى كيدور يدور يدور يدور، ما عيطش للتهامي، ما قال ليه حتى شي حاجه، ويتم خارج بحالاتو. ويتم خارج بقى كيشوف بحال هكا، ويبان ليه شكون، بان ليه داك الراجل النهار الاول اللي كان غادي في الطريق وسلم عليه، ويبان ليه السلام عليكم السلام عليكم. قال ليه الشريف، قال ليه شريتي الارض، قال ليه لا ما شريتهاش. قال ليه داك النهار راه كان معك التهامي ما قدرت نقول لك حتى حاجه. قال ليه ولكن هذاك السيد راه عندنا معروف هنا في الدوار، راه فيه غير المشاكل. قال لي ياك لا باس، راني عطيته العربون وراه غادي ناخذ من عنده الارض ان شاء الله، وراه محفظه وراني الاوراق كلشي مريقل. قال لي هذاك العربون اللي عطيتيه ليه غير غير نساه. قال لي علاش؟ قال لي واش تقدر تدخل على ارض ما فيهاش الماء؟ قال لي ما يمكنش، الماء راه شفتو داك النهارات بعيني هنايا. قال لي هذيك راه غير تقوليبه كيديرها الناس. قال لي كيفاش؟ السيد بدا كيدخلوا الشك فهمتيني، والاخر كيهضر معاه قال لي يلا نكحزوا. مشاو كحزوا من الطريق، مشاو تكاو تحت واحد الشجره في الطريق مضللين، وليت ما بغاش العائله ديال تهامي تشوفو باش ما راكم عارفين فاش كيكونوا فشي مجموعه ديال الناس يعني ساكنين في واحد الفيلاج ولا في واحد الدوار، ما يمكنلكش تبيع بجارك البراني سورتو، يعني واحد براني جاي وانت باغي تبيع بجارك، واخا يكون داك جارك نصاب وشفار وما نعرف قمار وشنو كيدير، ما غاديش تمشي تبيع به فهمتيني. يعني الناس ديال الدوار كيكونوا عارفين بعضياتهم، عارفين هذا اش كيدير، عارفين هذا اش كيدير، عارفين هذا اش كيدير، ولكن ما كيمشيوش يفرجوهم حدا ناس واحد اخرين ولا يشوهوهم حدا ناس واحد اخرين، كل واحد كيستر على جيرانه. فهو مشى ما بغاش يقولها ليه النهار الاول باش ما يتشوهش مع تامي، ومشى تخبى مورا واحد الشجره اللي مضله، وقال ليه شوف رد بالك من هذاك السيد راه نصاب، راه غادي ينصب عليك في هذيك الفلوس اللي عطيتيها ليه وما غادي تشد من عنده حتى حاجه. كيفاش هاد القضيه؟ قال لي وانا نعاود لك، قال لي هذيك الارض اللي شفتي فيها الماء راه ما فيهاش الماء. قال لي ما يمكنش، راه جا السيد قلب الماء لقاه تما، وانا اللي شفت الماء باللي راه كاين المره الاولى والثانيه. قال لي بصح هاد النهار ما كاينش، ولكن راه الماء راه كاين. قال لي راه الماء ما كاينش تما وعمره ما كان. قال لي كان في العام الاول يمكن اللي قال لي هذيك بعدا راه كانت ارض كبيره وقسمها هو، فرق التيتر ديالها، وكان فيها هذاك البير وكان فيه الماء، ولكن دغيا وكح. وشنو دار هاد التهامي هذا باش كيقول بالناس وكياخذ من عندهم الفلوس الا طاح شي حد في الشبكه بحال هاد السيد هذا مدوز واحد لاكين واحد التيو من الفيرما ديالو، مدوزو من حدا هذاك البير اللي كاين دايز في هاد الفيرما هذه اللي محفظه، وهذاك التيو فيه واحد لافويت. ملي كيجي شي حد مثلا باغي يشوف الارض كيبغي يشوف الارض واش فيها الماء ولا لا، كيحل الفانا من عنده من الارض وكيدوز الماء لهذاك التيو اللي كاين من تحت الارض. التيو اوتوماتيكمون بيسكو فيه لافويت كيفيض على داك البير كيبدا يعمر واحد شويه، كيبان لك بلي راه كاين فيه الماء. هو بالنسبه ليه راه خاصو غير يزيد يغرق في عاد داك 400 متر، وخاصو غير يزيد يحفر راه غادي يلقى الماء اكثر فهمتوني. وهذا هو المشكل، هذاك خينا هذه هي التقوليبه ديالو. الا جا شي حد شاف الارض وعجباتو ومشاو باش انهم يشريوها، صافي تهنى من هذا المشكل، غياخذ هذاك السيد غادي يدخل عليها واكحه. الا طاح شي حد بحال هذا السيد هذا ابراهيم اللي عطاه شي عربون في النوار، فهذاك هو الهدف ديالو. ابراهيم مني سمع بحال هاد الهضره هذه هو يعيط للتهامي.
مشى هذاك السيد بحالو باش ما يجبد ليه الصداع، ركب في طوموبيلته وهو يعيط للتامي، قال ليها الشريف، قال لي عندنا واحد المشكل ياك لاباس؟ قال لي ضحكتي عليا. قال لي علاش ضحكت عليا؟ قال لي ديك الارض ما فيهاش الماء وانا جيت قلبتها وراه ما لقيتش فيها الماء، وهذه وهاش كدير وهاش كدير وهاش كدير. جبد لي التفاصيل كيفاش كيدير الطريقه، كيحل الفانا كيدوز الماء في داك لافويت، كيخرج الماء من البير، كيبان لك البير باللي راه عامر. قال لي ودابا انت عرفتي شنو بغيتي نديرو؟ قال لي رد لي فلوسي، انا عطيتك العربون باش انني نشري من عندك، رد لي الفلوس ديالي. قال لي ما عطيتينيش. قال لي ما يمكنش، راه عطيتك انايا الفلوس، كيفاش ما عطيتكش العربون؟ قال لي ما عطيتيني حتى شي حاجه، كاينه شي ورقه؟ قال لي لا. كاين شي اوديو كيثبت هذا الشيء؟ قال لي لا. قال لي كاين شي ابيل بيناتنا كيثبت هذه المساله هذه؟ قال لي لا. قال لي صافي جري طوالك. وهنا فين كاين المشكل، هنا اللي بغيت نقول لكم باللي خاصكم تردوا بالكم الا بغيتيو تعطيو العربون في شي حاجه، ديما ورقه اللي كتثبت هاد المساله هادي. عمركم ما تعطيو العربون لشي حد بلا ما يكون شي دليل كيثبت هاد المساله هادي، لانه غادي يقول بكم بحال هكا سبحان الله ما بقاش باغي يبيع، او لا خدا العربون من عند بزاف ديال الناس مثلا، او يعني بزاف ديال لي سيتوياسيون اللي يقدر الواحد يوقع فيهم ما طيح لكمش على البال. ها هو دا السيد كيبان موقر ومثبت وراجل كبير والارض محفظه وثمن مزيان وكل شيء فيها مزيان، قال صافي هذه هي الهوته. تصدق مقول. وهذاك التامع ديال اللعبه ديالو. كياخذ الفليسات العربون اللي عطاه شي حاجه، هو هذاك اللي ما عطاهش شي حاجه ومشى انه يتكاتب معاه، صافي راه الارض مشات ليه. ولكن حتى حد ما كتبت ليه داك الارض باش تعرفوا بلي راه تحرميات عمرها ما كتخرجكم شي حاجه، لان دائما شي حد من الدوار كيشوهوا وكيفرشوا. ومعروف عندهم تما من الدوار حتى حد ما باغي ما كلشي كيشهد ليه بهذه المساله هذه، معروف عندهم بلي راه كيقولوا بالناس في هذيك الارض. وهذه هي القصه ديالنا. تخيلوا معايا واحد اللي كان سنين وهو كيجمع في الفلوس ديالو باش انه ياخذ واحد الارض، وفي الاخير تقولب بهذه الطريقه هذه، واخا زعما دار فيها انه ذكي ومشى يجيب السوقسيي ولا في التفركه وقلب ما شاف الفيلاج وهذه، ولكن واخا هكاك احنا كاملين قابلين باش ان حنا نتقولبوا. كلشي تعيا ما تحضي راسك، ضروري كتكون واحد لافاي، سورتو الا كانت شي حاجه اللي متحمس ليها ضروري كتغلط في شي حاجه في الطريق. والقصه الاولى ديالنا هي هذه، والحمد لله اللي جاتو غير في مليون، لان القصه اللي غادي نعاود لكم من بعد هذيك راه دماغكم غادي تفرقع، لان راه الله هربه وشي حوايج ما غيطيحوش لكم على البال. كما قلت لكم الا عجبتكم هذه القصه هذه الاولى خليوها لي في التعاليق. لا كانوا عندكم شي قصص نتوما بغيتيو تشاركوهم معايا، شي حوايج بحال هكا ديال شي مشاكل وقعوا لكم مع جيرانكم في الباديه، اولا شي مشاكل لقيتوهم في الوراق، اولا تنصب عليكم في شي حاجه، اولا عطا الله ما يتعاود، ولا القصص ديال الكنوز، عرفتي الكنوز وفي الباديه راه قصص بزاف فيهم ما يتقال. دونك الا كان عندكم شي قصص بحال هكا خليوها ليا في لابواط ميل، انا غادي نصيفطها لكم هنايا لتحت. صيفطوا لي باغ ايميل القصه ديالكم، عطيوني غير العنوان ديال القصه وعاودوها ليا. داك الساعات غادي نشوف احسن القصص اللي يقدروا الناس واحد اخرين يستافدوا منها ونعاودها لكم حتى انايا على القناه. دابا نبداو في القصه الثانيه. القصه الثانيه هي القصه ديال واحد السيده اللي غادي نسميوها كما قلت لكم، نعاود نقولها لكم عاوتاني، الاسماء والاماكن راه غادي نبدلهم. هاد القصه الثانيه غادي نقولوا بلي راه ديال واحد السيده سميتها مريم. هاد مريم هادي بيور برودوي ماروكان. هادي بلديه ديال المغرب، ما مشات لا الخارج لا حتى شي حاجه. قرات هنايا في المغرب، قرات قرايه زوينه مور الباك، وخدمت واحد الخدمه زوينه مور الباك، هي كانت مهندسه وكانت كتخلص مزيان وعايشه مزيان، ودارت دارها بالكريدي، دارت دارها ودارت طوموبيلتها، ويعني كانت مفيكه مع راساتها وكتخسر فلوسها وعايشه مخير، ما كان عندها حتى شي مشكل مادي الحمد لله. ولكن هي كان ديما باغا تبدل الدومين اللي هي فيه لانها عيات. كانت خدامه، هي عندها 35 سنه تقريبا، 35 36، ما مجوجاش وما عندهاش الدراري، وكانت باغا تقلب الدومين ديالها لان الدومين اللي هي فيه عيات منه. وسورتو الناس اللي كيكونوا خدامين في البريفي وكتكون عندك واحد الكفاءات، فراه ضروري كيكون عندك واحد الدرك شي شويه اكثر من الناس العاديين، وكتخدم توقيت طويل وكتقدر تخدم حتى لي ويكاند. يعني كانوا عندها بزاف ديال الصعوبات وعيات هي من هذاك الريتم. كان ديما الحلم ديالها ديال انها تاخذ واحد الارض فلاحيه ودير فيها شي حاجه ديال السياحه، شي حاجه ديال السياحه، شي حاجه ديال لو بيانات، شي حاجه ديال الكوتشين، يعني شي حاجه عندها علاقه
بهاد الاتجاه هذا. هي كانت باغا لو بوزوان اللي كان عندها هي ديال انها ترتاح، كانت باغا تعطيه حتى الناس واحد اخرين، ديال الناس واحد اخرين اللي كيكونوا كيخدموا مستريسين وعيانين وهذا، تعطيهم واحد ليسباس، واحد لي زاكتيفيتي اللي يقدروا انهم يديروها باش يقدروا يرتاحوا ويدوزوا ويكاند زوين ولا نهار زوين ولا المهم. ما كانش عندها الفكره واضحه بزاف، ولكن الهدف ديالها كان هو هذا. دونك هاد السيده هذه حتى هي كانت جامعه شويه ديال الفلوس، ماشي بزاف، كانت جامعه واحد البركه. كنظن كان جامعه شي 45 ولا 50 مليون، شي حاجه بحال هكا، وكانت باغا ارض كبيره. بقات كتقلب 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 كتقلب. كما قلت لكم راه باش تلقى ارض فلاحيه راه صعيب، وبالوراق ديالها مقادين وداكشي راه صعيب. بقات كتقلب مده طويله، وبما انه ما كانش واحد المشروع اللي واقفه عليه، فكانت واخده راحتها، مره تقلب مره ما تقلبش، مره تلقى مره ما تلقاش، ما كانش عندها هذا المشكل هذا كاع. دونك هاد مريم هادي بقات كتقلب واحد النهار، وهي حنا غنقولوا لا زون، المهم حنا نقولوا لا زون تقريبا بحال قلتي، ولا زون اللي كانت كتقلب فيها بحال نقولوا بن سليمان. علاش؟ المنطقه اللي كانت كتقلب فيها هي كانت واحد المنطقه اللي قريبه للمدن، المدينه كبيره. فقالت انا يلا سيب اللي غادي تكون عندي هما الناس ديال هذيك المدينه الكبيره باش يجيو لعندي، ويقدروا قريبه يعني المدينه الكبيره باش يجيو عندي ويقدروا يستافدوا من هذوك لي زاكتيفيتي اللي غادي نعطيهم. دونك كانت كتقلب في هذيك لازون. واحد النهار من زهرها كانت غاديه في الوقيته ديال شي 12 جوج بحال هكا، الوقيته ديال الغدا، غاديه غاديه غاديه، توغلات مزيان في الطرقان. دخلت لشي طرقان عمرها ما مشات منهم، وهي تلقى واحد السيد. قالت لها الشريف عفاك كنقلب على شي ارض هنايا. هذاك الولد باقي صغير، باقي صغير، شافها بحال هكا بنيته نقيقيه وكذا، قال لها فين كتقلبي؟ قالت لي في هذه البلاصه هذه الا كانت شي ارض زوينه، ماشي ارض فلاحيه، شنو بغيتي ديري فيها؟ ما بغيتش ندير الغنم وداكشي، بغيت ندير انا فيها السياحه. قال لها مرحبا، شحال جهدك؟ قالت ليه 40. قال لها 40؟ قال لها غتزيدي واحد شويه وكاينه واحد الارض. قالت لي ماشي مشكله. قالت لي شحال فيها؟ قال لها فيها 10 القطارات. 10 القطارات وغنزيد شويه؟ قالت لي هي اللي ما تعاودش، يلا نمشيو نشوفوها. قال لها لا دابا ما نقدروش نشوفوها، ناقصيني غادي نقضي شي غرض، ولكن غادي نديرو واحد النهار اللي غادي نتلاقاو فيه. قالت ليه مرحبا. صافي هي تحمسات، خدات نمره التليفون ديالو، عاودت عيطت ليه من بعد، الو السيد فلان فلاني، فوقتاش غادي هاد الولد هذا شنو غنسميوه حنايا؟ غنسميوه رشيد. الو رشيد لاباس، فوقتاش نقدر نجي الارض؟ نجي هاد السبت ولا الحد؟ انايا ما كنكونش خدامه في هاد السبت والحد، واش نقدر نجي؟ قال لي لا 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 انا ما غاديش نكون تما السبت ولا الحد، نديرو شي نهار واحد اخر. قالت لي صافي مرحبا. فوقتاش بقى كيفكر هذا قال لي غادي تجي عندي في النهار الفلان فلاني، عطاها التاريخ بالضبط بلا دات. وعقلوا معايا على هاد لو ديتاي. هذا هو مربط الفرس ديال القصه الثانيه، هذا ديتاي مهم جدا. قال لي غادي تجي عندي في التاريخ الفلان فلاني وفي الساعه الفلان فلانيه. قالت جايه اون سيمين، يعني داك نهار كنظن الخميس ولا كنظن الجمعه كانت جات. قالت انا غادي نبطل من الخدمه، ما عندي ما ندير، ولكن بون الا دار معايا التوقيت بحال هكا راه غادي يكون عنده شي اغراض واحده اخرين ما يقضيهم، غادي نمشي نتلاقى به في التاريخ. هنا كاين مشكل بعدا، لان الناس اللي كيبغيو يبيعوا ولا يشريو عندهم ان بيان ولا ارض ولا هذه عامه كيكونوا دائما ديسپونيبل. فوقتاش نتلاقى؟ كاين لما كان هاد النهار غيكون غدا، لما كان هاد العشيه غيكون في الصباح، دائما. يعني اللي كيبغي يبيع شي حاجه صافي راه كيبغي يسلك الامور دغيا كيتلاقى مع الناس. لا، هذا كل مره كانت كتعيط ليه جوج ولا ثلاث المرات كيقول لها لا انا ما مساليش، لا انا هذه لا انا هذه، توحتها لواحد التاريخ بالضبط وواحد التوقيت بالضبط. دونك هنايا ردوا بالكم من هذه القضيه. صافي دارت داك، قرب داك النهار باش انها غادي تمشي تلاقى به. عيطت ليه قالت لها باقي الميعاد؟ قال لها باقي الميعاد. هزت طوموبيلتها مشات، توغرات عاوتاني، دخلت لهذيك الطريق اللي كانت فيها، لحق عليها هو ودخلت. وراها واحد، بقاو غاديين في الطريق تما دخلوا لهذا، وراها واحد الارض كبيره، عندها السياج، فيها شجره زيتون قديم، زيتون ماشي ديال عام ولا عامين ولا 10 سنين، زيتون قديم كبير تبارك الله. فيها واحد الكوري كانوا فيها غير واحد جوج ديال الخيل، ما فيهاش الخيل بزاف. فيه واحد الدار ديال الباديه قديمه حتى هي. وشنو كاين اخر؟ وكاين البير من طبيعه الحال. راكم عارفين يعني الديور في الفيرما في الباديه كيكونوا آه، كيفاش غادي نقول لك، لما كانوش ماليها ما تعرفهاش واش فيها الناس ولا ما فيهاش الناس، من غير البهايم ولا هذه ما كتقدرش تعرف.
الا ما كانش مثلا الناس داخلين خارجين ولا هذه كتبان لك الارض خاويه، بحال الديور ديال لي زابارتمون، ولا بات لك الباب مسدود الدار خاويه ما كتعرفش شكون اللي فيها. لا ميم شوز، هي ما عرفتش شنو كاين تما. صافي ضربت واحد الدويره في الارض، شافتها عجباتها، قالت ليه علاش باغي تبيع؟ قال لي انايا ما بقيتش قاد الصراحه. قال لي انايا راه حنايا كنا بينا بزاف ديال الخوت في هذه الارض هذه، ولكن كلشي مشى، وانايا بغيت نبيع هذه الارض هذه، صافي ما بقيتش قاد انني نتكلف بها لان كبيره عليا بزاف. كنجي لهنايا اصلا غير مره كنسقط داك الزيتون ولا كان شي زيت كنبيعو وصافي كنمشي بحالي، وهذا الخيل ديالي راه كندور به غير هنايا، انا عزيز عليا الخيل. قالت لي صافي واخا، الارض شنو تيتر ولا ملكيه؟ قال لها ملكيه. قالت ليه ما كرهتش تكون تيتري. قال لها ولكن راه الثمن ديالها تقدر تاخديها شويه ناقصه في الثمن وتيتريها انت لراسك. قالت لي بشحال غادي تخليها ليا؟ كما قلت لكم هي البيدجي كان عندها شويه ليميتي بالنسبه للمساحه اللي بغات، ماشي ليميتي راه تبارك الله 40 ولا 50 مليون راه ما يجمع غير الفم ولكن هي باغا واحد المساحه كبيره، وهذيك الفيرما كان فيها 10 ديال الكتارات، وهو دار معاها واحد الثمن. قال لي انا غادي نخليها لك هي ب 45 مليون. قالت 45 مليون 10 ديال القطارات وملكيه؟ ضربت لي حساب. المهم قالت لي خليني نفكر. مشات مشات بحالها بدات كتفكر. قالت غادي نشري هاد الارض هذه، غنتيتريها من بعد، وغادي نهز واحد الكريدي من عند البنكه باش نقدر ندير التجهيزات اللي بغيت. هي فيها ديجا واحد الدار، واخا داك الدار يعني قديمه راكم عارفين الديور ديال العروبيه. قالت ماشي مشكله نقدر نقضي بها انايا فاش نبقى نمشي نجلس فيها مره على ما ندير داكشي اللي بغيت انايا اوتور. و او ميم طون كاين فيها واحد الكوري الا بغات تستغلو تبدلو دير فيها شي حاجه واحده اخرى. داك الشجر ديال الزيتون هذاك لا يقدر بثمن، لانه ملي كيكون عندك شجر كبير تبارك الله راه كيعطيك واحد المنظر، واحد الهيبه، واحد الظل، واحد لومبيونس بوحديتها، ماشي بحال شجر صغير نتوما راكم عارفينها. دونك هي تغرات بزاف، قالت الارض ديجا فيها لي زانستالاسيون اللي محتاجاهم في الاول ما غنصدعش راسي معاهم، و اون بلوس كبيره، و اون بلوس الثمن ديالها جد مغري. قالت انا هذا الثمن هذا ما عمرني ما لقيتو شي بلاصه واحده اخرى. وهنا فين كان المشكل بالنسبه لهاد السيده هذه. دابا هي شنو قالت لي؟ المهم هاد القصه كانت عاودتها لي مده كنحاول انني نتذكر التفاصيل ديالها كاملين باش ما نغلطش فيهم. قالت لي صافي ملي شافت المساله بحال هكا هضرت مع هذاك السيد. شنو قلنا سميتو رشيد. هضرت مع هذاك السيد قالت ليه شوف الشريف، قالت لي انايا الارض عجباتني بزاف وما بغيتها تكون حتى شي واحد اخر من غيري، وما كرهتش نتلاقاو انا وياك في المدينه، وجيب لي الورقات ديالها كاملين ونقضيو الغرض. قال لي هي اللي ما تعاودش. جاب ليها الملكيه، والملكيه فيها مشكل، الملكيه فيها 12 الاخ اللي داخل في هذيك الارض. قالت لي اذا الملكيه راه ماشي الارض راه ماشي ديالك بوحدك انت قلتي لي راه هنايا غير انا بوحدي. قال لي حنا 12 ديال الخوت، ولكن خوتي كاملين صافي ما بقاوش باغيين يجلسوا في هذيك الارض، وداروا لي وكاله ديال انني نبيعها ونتصرف فيها كما بغيتو. هي دي الوكاله عطاها لها، الوكاله بالاسماء ديالهم بالسنيات ديالهم ليغاليزي مقاده الورقات كلهم ريقلين. قالت لي الصراحه انا ما نكذبش عليك، انا ما كنفهمش في هذا الشيء، خاصنا نمشيو عند شي بيرو ديال نوطير ولا عدول باش نفكوا الامور. قال لي هي اللي ما تعاودش. مشات كتقلب لقات واحد دونك مشات عند العدول هي وياه، دات ليه الوريقات. هذاك العدول قلب الوريقات وهذا قال لها انا كيظهر ليا انه هذا الشيء ما فيه حتى شي مشكل، خاصنا نتفاهموا، ولا كنتي مفاهمه مع هذا السيد وهذا راه خاصنا الشهود باش انه يشهدوا لك على هاد البيعه وشريه، وباللي راه هذيك الارض ما كيستغلها حتى شي حد، وباللي راه هذيك الارض يعني ما فيها حتى شي مشكل وهذا، وتوكلوا على الله. قالت لرشيد قال لي اش بان ليك؟ قال لي كوني هانيه، عطيني غير التاريخ وقتاش انت غادي تكوني مساليه نجي نطرقوا انا وياك الامور. داك رشيد واحد المصيصي نتوما غتعرفوا شنو دار ليها. صافي مشات هي بدات كتوجد في الفليسات كتجمعهم وتقادهم في الكونط بانكير ديالها. دارت التوقيت معاه، رجعت عاوتاني نهار واحد اخر لهاديك المدينه اللي كاينه قريبه ليها الارض، مشات تلاقات به عند العدول، جاب ليها 12 شاهد كيشهدوا ان هذيك الارض ما فيها حتى مشكل، باللي راه ديالو ما عنده الحق التصرف فيها، وهذيك الملكيه باللي راها صحيحه، وباللي راه كلشي مريقل ما عنده حتى شي مشكل. العدول ملي شاف هادشي قيد ليهم المسائل، عطاتو الشيك ديالو، خدا الفليسات. الله يعاون الله يعاون، الارض ديال مريم رشيد باع عليها. صافي مشات السيده غطير بالفرحه، قالت ضربت الهوته صافي انا
دابا غادي نقلب حياتي وغادي نبدل حياتي وغندير المشروع اللي ديما كنحلم به. خرجات، ملي خرجات صافي مشات بحالها لدارها. السيد من طبيعه الحال واحد اليومين ولا 3 ايام طلعوا ليه الفلوس في الكونط ديالو. هي من بعد عاوتاني عيطت ليه قالت لي راه بغيت نمشي نشوف الارض، عافاك غير نعات ليا واش خاصني الدخله الاولى ولا الثانيه، حيت في اللوكاليزاسيون ما كتخرجش ليا نيشان. مبقاش كيجاوبها، مبقاش كيجاوبها، هذا اول انذار. ردوا بالكم. المهم مبقاش كيجاوبها، قالت صافي ماشي مشكله، يمكن ما كيشدش ليه الريزو ولا شي حاجه، راه غادي نعاود نرجع لتما. دارت واحد النهار واحد اخر باش غادي ترجع للفيرما. المهم هاد القصه شويه طويله ولكن فيها تفاصيل بزاف. غادي نمشي نشوف عاوتاني الارض ونبدا نحلم ونتخيل ونعيش مع راساتي. داكشي اللي كان. رجعت عاوتاني للارض ديالها. المشكله ديالها هي انها فاش رجعت للارض عرفات الطريق وعقلات عليها. هي فاش مشات الارض تبدلات عليها تماما. شنو لقات؟ سامعوا ليا شنو لقات. لقات الكوري اللي لقاتو تما لقاتو عامر بالخيل، ولقات الدار فيها العيالات والرجال وولادهم. لقات الفيرما عامره، لقات الفيرما عامره، ما فهمت والو. تما داخله وجا عندها واحد السيد قال لها شريفه علاش كتقلبي؟ قالت ليه قالت لي اش كديروا هنا؟ قال لي هذه فيرما ديالنا. قال لي ما يمكن. قالت لي ما يمكنش هذه ديالي. قال لي كيفاش؟ قالت لي انا عاد كي شريتها، هذه راه في الاسم ديالي. قال لي حنا ساكنين هنايا سنين، هذه اكثر من 20 عام، اكثر من 30 عام، كي درتي لهاد الفيرما ديالك؟ قلت لي راه كنت كاتبت مع واحد السيد سميتو رشيد. هو غير سمع سميه ديال رشيد هو يقول لها زيدي دخلي الشريفه. دخل هذاك السيد، هو راجل كبير باينه فيه موقر، كيهضر مثبت وازن، ماشي واحد بعقله. دخلات قال لها كيفاش هاد الارض ديالك؟ قالت لي انا راه عاد كنت كاتب مع واحد السيد سميتو رشيد، ها هما الوراق ديالها وراتهم ليه. هاي هما الوراق ديال الارض. الارض راه خدا الفلوس صافي، راه كتبنا انا وياه. قال لي شريفه داك رشيد راه الاخ ديالي، ولكن راه ماشي بوحدو اللي عندي خويا، راه عندنا بزاف ديال الخوت هنايا. انا غنعيط ليهم وغادي نشوفوا شنو كاين. عيط لخوتو كاملين، طاش ما بهم. قالت لهم يا ودي اش كاين واش كاين، راني شريت هاد الارض من عند سي رشيد. شنو اللي واقع دابا؟ ما فهمتش، انا جيت لقيتكم كاملين هنايا. قال لي داك الاخ الكبير قال لي شوف اختي، قال لي الارض راه ديالنا، وانا با راه هنايا، ولد البلاد كان عاش هنايا، الله يرحمه الوالد ديالي. قال لها راه كان عايش هنايا وكبر هنايا وولدنا حنايا وتزوجنا حنايا وعايشين هنا في هذه الارض سنين هادي، معروفين هنايا في الدوار وعائله محترمه. قال لها ولكن هذاك خونا رشيد حتى هو راه معروف هنا في الدوار، معروف عليه باللي راه نصاب وكذاب ملي كان صغير. يمشي يشفر الحليب ديال الجيران، يمشي يصيد الارنب من عند الجيران، يمشي يهز الموطور ديال ولد عمو. المهم ديما يهز الفلوس ديال ولد خالته، يعني دائما فيه يدو خفيفه، وديما كيبغي ياخذ الحاجه اللي ماشي ديالو. قال لي راه معروف عندنا هنايا. قال لي راه هادشي اللي دار لك خانه راه كنظن بلي راه ضحك عليك. قلت ليه ما يمكنش، راه جاب لي الورق ديال الفيرما وجاب لي الشواش زعما الناس اللي كيشهدوا هذا وراتو الوكاله. قال لي هاد الوكاله هذه راه حنا ما سنيناهاش، غادي يكون غير زورها. قلت لي ما يمكنش، السنيات ديالكم والمقاطعه وهذا والطابع. قال لي شوفي خونا راه يقدر يدير بزاف ديال الحوايج، يقدر يكون زور هذيك الورقه وخلص هذوك الشهود كاملين، ويقدر يكون دورتها مع هذاك خينا اللي في المقاطعه باش تنال ليه داك الوريقات. يعني هادشي ماشي شي حاجه اللي غريبه عليه، حنا راه ما فراسنا ما يتهز. تما صافي السيده بدات كتبلوكا. تما بدات كتزير، بدا كيطلع معها القالب كتقول. الريحه بدات كتعطي. قلت ليه دابا شنو القضيه؟ ما فهمتش انايا. قالت لي انايا جيت نهار الاول لقيت هنايا الفيرما خاويه، دابا كنجي كنلقاكم هنايا ساكنين، انا تحبني الارض ما فيها حتى شي حد. كيفاش؟ قال لي اين نهار جيتي، وهي تعطيه التاريخ. باش قلت لكم قبيله تردوا البال لهاد المساله هذه ديال التاريخ، لا هو مرصي معاها بالتاريخ والتوقيت. قال لي شتي في هذاك التاريخ الفلاني؟ قال لي باش نقول لك واحد القضيه، حنايا كنربيو الخيل هنايا على ود الكورس. قال لي حنا كنديروا الكورس. قال لي وهذاك النهار الفلاني اللي جيتي انت ورشيد خونا،
كان عندنا واحد العرس هنايا في الدوار، العيالات وولادهم كلهم مشاو للعرس. راكم عارفين الناس يعني فاش كيمشيو للعرس في الصباح بكري على ود الغدا، كيخرجوا شويه بكري باش يلاه كيمشيو يجيبوا العروسه وكيديو الهديه راكم عارفين طيط في الطريق وداك الشيء. دونك في داك الصباح خرجوا العيالات وولادهم، وحنايا كان عندنا واحد الكورس دينا الخيل فيها باش انهم يجريو، ودينا اون بارتي ديال الخيل و اون اوتر بارتي، يعني واحد الجزء واحد اخر من داك الخيل اللي عندنا خرج كيدور هنا. لان باش تكونوا عارفين بالنسبه للناس اللي كيديروا التربيه ديال الخيل على ود الكورس، راه ماشي بحال تربيه الخيل ديال اللي كتخلي عندك على ود تبوريضه ولا ديال الكورس. كيكون عنده واحد البروتوكول بوحدو كيتحرك يعني كيكون هو سبورتيف داك الخيل، ما خاصوش يكون كيجلاس، ما خاصوش يكون هذا، يعني كيكون عنده واحد البروغرام ديالو بوحديتو. دونك قال ليها حنايا اون بارتي ديال هذاك الخيل كانت خرجت باش تمشي للكورس ديناها. بطبيعه الحال الدراري خوتي مشاو معاهم، وواحد واحد الجزء واحد اخر من داك الخيل كان خرج هنايا باش يدور ويتسارى ويتمشى. بطبيعه الحال خرجوا خوتي الاخرين. صافي السيده تزيرات، بدات كتبكي، قالت لهم ما يمكنش، انا هاد السيده دات ليا فلوسي، نتوما نصابه حقرتيو عليا، نتوما كاملين متفقين عليا. خوهم الكبير من يسمع بحال هاد الهضره بحال هكا قال لها شوفي الشريفه، بلاش وهاب لا حتى شي حاجه، حنا راه ما علينا والو، حنا راه ديما ساكنين هنايا وخونا راه حنا عارفينه. قال لها بغيتي تمشي تدعيه سيري دعيه، حنا ما عندنا ما نديرولك، ولكن حنايا راه ما نقدروا نديرولك حتى شي حاجه لان حنايا ما بيدينا والو. وبغيتي حتى حنا تمشي تدعينا سيري دعينا، بغيتي نلقاو شي حل مجموعين حنا موجودين. قال لي انا اللي عليا انايا باش ما نظلمكش ومن زعما ما نضيعكش في رزقك، قال لها اللي عليا الا كنتي باغا هاد الارض هذه نعطيك منها شي خدام ولا جوج، فلحي فيه وديري فيه اللي بغيتي. بقات كتشوف كتقول دابا انا ناخذ خدام ولا جوج ب 45 مليون. صافي قالت لي هنا هاد الحل هذا ما مسلكنيش. خرجت مسكينه غتسطى غتحماق، قالت هاد الورق هادو ما خدامينش ليا، هادشي فيه النصب واحتيال، غنمشي غادي نديكلاري به غادي ندعيه. قال لي هذاك خوهم الكبير، قال لي نزيدك انايا من غير هادشي، نزيدك انايا واحد المساله واحده اخرى. انا با الله يرحمه كان عارف خويا كيفاش داير، وما كانش باغينا نفرطوا في هاد الارض هذه وفي هاد البلاد هذه، لان تبارك الله هو راه كان بدا صغير وبدينا حنايا غاديين وكنكبروا المشروع حنايا كاملين دابا خدامين في هادشي ديال الخيل، وولادنا كيمشيو للمدرسه وعيالاتنا هما هنايا وتبارك الله الدار هازانا كاملين. قال لي با راه كان عارف هذاك خونا راه غادي يدير لنا غير العصا في الرويضه. قال ليها راه عندي واحد الورقه اللي كتثبت هذا الشيء. قالت لي اتيني. مشى دخل البيت، تعطل واحد شويه هو يرجع عندها، هو يوريها واحد الورقه قديمه مكتوبه مخبيها داك السيد، ويوريها ليها. قالت ليه ديري هاد الورقه. بقات كتشوف، لقات باللي راه الاب ديالو مقيد هذيك الارض، واحد لابارتي في الارض ديالهم، لابارتي يعني الجزء من الارض اللي فيه لي زانستالاسيون الكبار، يعني اللي فيه الكوري والشجر ديال الزيتون القديم والبير والدار، مدخل هذيك الارض هذيك البلاصه كلها مدخلها في داير ليها عقد الوقف. عقد الوقف غادي تقولوا لي دابا شنو هو عقد الوقف؟ وحال دماغكم معايا باش قلت لكم القصه ديالها مرونه وطويله وفيها التفاصيل. هذا عقد الوقف انا ما كنتش عارفاه، هو بحال بحال الحبوس، كنظن ماشي الحبوس ديال الاراضي ديال وزاره الشؤون والاوقاف الاسلاميه، ولكن هذه بحال عقد وقف خاص ماشي عام، ماشي الملك العام. شنو كيدير هذا عقد الوقف؟ هو انه ملي كيكون مثلا عندك ان بيان، دار ولا ارض ولا اي حاجه، تقدر دير هذا عقد الوقف ولا توقيف. كنظن والله ما بقيت عاقله، المهم اكدوا لي عافاك بانه هذيك الارض الا كتبتيها مثلا لولادك ما عندهمش الحق ديال انهم يتصرفوا فيها، يعني لا يبيعوها لا يكريوها لا يرهنوها لا حتى شي حاجه، عندهم الحق غير يستغلوها هما ولادهم ولاد ولادهم ولا فهمتي، يعني عندهم الحق انهم يعيشوا فيها ويستغلوها، ولكن ما عندهمش الحق ديال انهم يبيعوها. هو ملي كان بالحياه عارف ولده يقدر يدير لهم المشاكل وما بغاش، تبارك الله راه 12 ديال الخوت راه باش تفرقهم راه صعيبه. وشايف باللي راه ان هادشي ديال الخيل فيه الرزق، يعني فيه المدخول. قال علاش انايا غادي نشتت هاد العائله بحال هكا وعلى ود واحد، غادي نحبس هذيك لابارتي اللي انايا عندي باش يترزقوا منها ويعيشوا هنا يبقاو عائله وحده وكبيره، على انه يجي واحد ويضيع ليا هذا الشيء كامل اللي درته. وداكشي اللي كان. دونك هذاك العقد فاش شافته هي ما فهماتوش، ولكن فاش سولت عليه لقات باللي راه كاينه هذه المساله هذه في القانون المغربي ديال انه الا كان عندك ان بيان وبغيتي تحبس انه يعني ما يتصرفوش فيه الورثه ولا هذه بحال كتعطيه ليهم انهم يستغلوه، ولكن ما يبيعوه ما يكريوه ما يشريوه. ايفيكتيفمون
مشات هي صافي دمرات تماما. كتقول دابا كلشي مشى ليا، كلشي الفلوس، الارض، المشروع، كلشي مشى ليا. خرجت قبضت الطريق، عيطت لواحد صاحبها محامي، واحد الصديق ديالها محامي، قالت ليها اش كاين واش كاين. المحامي قال ليها، المهم محامي فاش عرف القضيه دايره بحال هكا قال ليها دابا، حيت المحامي عنده داكشي واضح، القانون ديالو اشنو خصو يدار شنو خصو يدار. قال لي اول حاجه غادي ديكلاري بهذاك السيد اللي تكاتبتي وتبعتي معاه، لانه زور الاوراق على حسب القول ديال هادوك، ولانه جاب 12 شاهد يقدر يكون خلصهم. وشوفي حتى العدول واش داخل معاه في هاد المانيغونس ولا لا ما نعرف. قالت لي العدول انا اللي جبت. وقال لها المهم انت دابا غادي ديكلاري وغادي تعطي المعطيات كاملين والاوراق اللي عندك كاملين. هذه اول حاجه. ثاني حاجه خاصهم يثبتوا بلي راه هذيك الاخوه حتى هما ما داخلينش في هاد التقوليبه هذه. وقال لها وزائد انه هذاك الارض حتى الا بغاو مثلا، حتى الا خرج ليها الفلوس، حيت هي الفلوس ديالها راه ما غاديش تخرج ليها داك الساعه. راكم عارفين دوسي بحال هذا خاصو السوفل باش يلاه تفك من هذا المشكل هذا وتشد رزقك. قال لي راه باش تشدي داك الفليسات ديالك زعما راه غير ارتاحي مع راساتك، راه بردي على راسك، راه صافا برون دو طون. قال ليها وزائد انه حتى الا مثلا بغيتي تاخدي الحق ديالك في هذيك الارض، فما غاديش تقدري تاخدي هذيك البلاصه اللي دايرين عليها الوقف، قال ولا الحبوس. المهم قال لها هذيك البلاصه هذيك راه ما خاصكش، ما غاديش تقدري تاخدي منها رزقك، يعني غادي تاخدي غير في الباقي ديال الارض. سيده راكم عارفين كي غادي تكون حالتها، نهارت تماما. وهاد المساله هذه خاصكم تردوا بالكم منها بزاف. هاد القصه هذه كانت عاودت ليا مده دابا تبارك الله. المهم انا هاد النوع ديال القصص كنت كنسمعهم من عند الناس اللي كنتلاقى بهم في التجمعات ولا شي حاجه بحال هكا، اولا من دي كومونتير ديالكم ولا الناس اللي كانوا كيصيفطوا لي في الواتساب حقا خصني ندير هذه يعني كيكونوا شي قصص اللي كيثيروا الانتباه ديالكم. هاد القصه هذه يلا مؤخرا هضرت مع واحد الصديقه محاميه وقلت لها عافاك هذا العقد هذا انا ما عنديش عليه شي معلومات. قالت لي راه كاين وهذه زعما شي مساله اللي جاري بها العمل هنايا في المغرب. غير هو نبهتني لواحد المساله وصراحه عندها صح 600%. بحال ابراهيم مثلا اللي كان القصه اللي قبل اللي كان كيمشي للارض ديالو ويعاود يمشي ويعاود يمشي ويعاود يمشي. الخطا اللي دارت هاد مريم هذه هي انها مشات مره واحده وتقول بات صافي تحمست بزاف، قالت الارض اللي بغيت بهذا الثمن اللي بغيت. صافي تما فين كان الخطا. كان خاصها تمشي للمره الاولى والثانيه والثالثه وتسول على هذيك الارض الناس ديال تما، وتسول كاع الشيخ ديال داك المنطقه يعني ما خاصهاش تقول بحال هكا وعمرها ما تمشي بوحديتها وتجبد داك لاصون كلها بوحديتها. المهم ما غاديش ندخليكم في التفاصيل ديال عائلتها فين هما ولا هذه، انا داك التفاصيل ما عندنا ما نديرو بهم. دابا لا سيتوياسيون هي هادشي اللي عطا الله. الا بغيتيو تاخذوا شي ارض ولا تاخذوا ان بيان ولا القضيه فيها الملايين، ما تمشيوش بوحدكم. سيروا عاودوا سولوا تاكدوا، وما تحاولوا انكم يعني تشاوروا بزاف المرات باش ما تقولبوش. راه كما قلت لكم راه حنا كاملين قابلين ان حنا يضحكوا علينا. المهم القصه ديال هاد مريم هذه كانت شويه طويله فيها بزاف ديال التفاصيل، ولكن فيها شي معلومات اللي انا متيقنه انكم نتوما ما عارفينهمش. خليو لي في التعاليق واش عندكم شي حاجه بحال هاد القصه هذه. ودوانيشان غادي ندوزو للقصه الثالثه وهي اخر قصه ديال هذا الفيديو. القصه الثالثه هي ديال واحد القصه ديال واحد السيده سميتها القصه الثالثه هي ديال واحد السيده سميتها حنا غنسميوها فاطمه. هذه كاينه وقعت غير حدانا حنايا، ماشي حدانا قريبه لينا شي شويه. هاد فاطمه هذه كما قلت لكم تشابه الاسماء والمناطق وداكشي، راه هي حنا غنقولوا بلي سميتها فاطمه ولكن هي راه ماشي فاطمه. هي واحد المراه اللي كبيره تبارك الله، فايته 60، تكون ديك 66 68 و60 ديال البديره، ماشي هي 60 ديال المدينه. 60 ديال البديره كتلقاها زيد واحد 10 سنين وحده اخرى مساكن كتقتلهم الشمس والظهر كيتقوص وكيتكرف في صوره. العيشه في البديره راه ما سهلاش راه باش تكون كتعمر الماء كل نهار، وباش تكون كتقابل البهايم كل نهار، وباش تكون كتقاد ارضك كل نهار، كتفلح كل نهار، راه فريمون تعب كبير. هاد فاطمه هادي مات ليها الراجل سنين دابا، وكان عندها 3 ديال الوليدات. كان عندها 2 دراري وبنت. البنت تزوجات مشات للمدينه، وبالنسبه لداك 2 ديال الدراري كانوا دخلوا للعسكر. دونك هي كانت عايشه بوحديتها في الارض. ولكن هاد فاطمه كان عندها واحد الارض اللي شويه مختلفه على الاراضي اللي كتعرفوهم. بحال قلتي الارض ديالها كاينه هنا
ودايره بها الارض ديال واحد السيد واحد اخر جاره. هاد الجاره هذا نسميوه حنايا محمد. دونك بحال قلتي الارض ديالها محاصره بالارض ديال جارها، باش كدوز للارض ديالها مضطره انها تقطع في الارض ديال محمد. دونك كان خاصها ضروري دوز من واحد الطريق باش كتوصل للارض ديالها. وهذاك محمد تا هو راجل كبير، يعني كنظن يكون عنده داك الستينات حتى هو. ولادو تا هما عايشين في المدينه كاع صغير تما هو ومراته، كانوا عايشين بخير. فاطمه عندها شويه ديال البهايم، محمد عنده شي شجيرات هو عنده البهايم. هو كان عزيز عليه الفلاحه، كيدير شويه ديال الفلاحه ماشي للبيع، كيدير شي بركه هو باش يتقوت بها وصافي. داير واحد البوطاجي ديالو صغير. دابا هاد فاطمه هادي كانت راكم عارفين العيالات ديال الباديه كيجمعوا داك البيضات كيديوهم يبيعوهم في السوق، الا كان عندهم شي حليب كيبيعوه في السوق، الراي اللبن الزبده، يعني داكشي اللي كتخرجوا ليها داك الارض كتجمعوه كتمشي كل سيمانه للسوق فوق الحماره ديالها وكتبيع داك البركه وكترزق الله وهي واكله وشاربه وجالسه في دارها. هادشي اللي كاين. ارى هذاك هاد السيده هادي بغات تزيد شويه ديال الدجاج، بدات كتشري البيض كتفرخو عندها كتفقسو عندها، كدير الدجاجات اللي كيحضنوا كتلوح فوق منهم البيض وكتفرخها عندها. بقات غاديه بحال هكا بحال هكا ولات عندها شي 40 دجاجه تقريبا. المشكله هو انه هاد الدجاج هذا بدا كيدوز عند محمد، بدا كيدوز عند محمد وبدا كينهش ليه وكينهب ليه في داك البوطاجي ديالو. نتوما عارفين الدجاج راه مكرفص مكرفص بزاف. حتى حنا راه عندنا الدجاج تما في الفيرما، راه ما نعاودش لكم واحد البلاصه اللي في المسرح ديالو فين كيخرج عندنا شجر وما خلا فيه حتى حاجه. زعما ما نعاودش لكم، راه فريمون كيسرط كلشي كيخسر كلشي. دونك هاد السيده هادي كانت دارت هذاك الدجاج بدا كيخرج عند محمد كيبدا يخسر ليه في داك البوطاجي، هو يزرع هو يهبش، هو يزرع هو ينبش، هو يزرع هو يخربق ليه تما، طلع ليه الدم. عيا فيها فاطمه حيدي الدجاج ديالك، فاطمه ربطي الدجاج ديالك، فاطمه ديري له مسجنه، فاطمه جمعي الدجاج. والو هي ما بغاتش. كتبقات كضرب الحساب كتقول لي دابا انا الدجاج اللي شديت عليه خاصني نبقى نلوح ليه الزرع والنخاله وهذا، وانا الدجاج ديالي النهار كامل هو كيدور، علاش نلوح ليه انا هادشي؟ وعاد خاصني السجنه، خاصني باش نصاوبها، ما عنديش باش نصاوبها. صافي خلي الدجاج مطلوق تما ما عندي حتى مشكل. والو ما بغاتش تجمعو وهو ما بغاش يتفك معاها. تقلق هو يقول لها شتي الا ما جمعتيش الدجاج ديالك غادي نحبس عليك الطريق. قالت ليه ياك هذا هو، قال لها هادشي اللي كاين، انت ما بغيتيش تجمعي الدجاج ديالك حبس عليها الطريق. المشكله هي انه لا بغات تدخل لهذيك الارض ديالها عندها داك الطريق الخفيفه القصيره يعني هي من عند محمد، ولا ما بغا لا بغات تمشي للارض ديالها خاصها تضرب واحد الطريق واحد اخرى بعيده. لا ما بغاتش تقطع من عند محمد خاصها تطلع من الفوق ودوز لواحد الكديه وعاد تهبط للارض ديالها، يعني واحد التكرفيسه كبيره باش انها يكون عندها لاكسي للارض ديالها. جاتها صعيبه. قال دابا انا هاد السيد هذا شد عليا الطريق كنطلع كتمشي كضرب الظهره مسكينه اللي كانت راكبه فوق الحماره وهذاك ما كانش راه كتمشي على رجليها تكرفسات عيات. كتهضر واحد النهار مع ولادها قال ليها واحد منهم ياك لاباس هادي قالت ليه اش كاين واش كاين. قال لي انا غادي نسولك على هاد القضيه هادي ونعاود نرد عليك الخبر. صافي فاش سول وهذا هذه قصه قصيره ولكن فيها واحد المعلومه مهمه. فاش سولوا هذا قال لها امي راه عندك واحد، قال لي راه تقدري تدعيه وتقدر ترجع لك داك الطريق اللي كنتي كتمشي منها. قالت لي يا وليدي انا ماشي ديال المحاكم ماشي ديال المشاكل، انا ما قاده على صداع، ما كنعرف الادارات ما كنعرف نكتب لا حتى حاجه. قال لي انا غنتكلف لك. جا واحد النهار في العطله ديالو مشى قاد ليها الوريقات وداكشي كامل، مشى دار دعوه باللي راه هذاك السيد حيد ليها حق المرور. وهنا في كاين القالب. هاد حق المرور او حق لو دوغوا دو باساج هو واحد الحق اللي كاين في لا لوا، يعني في القانون المغربي. يعني الا كانت عندك واحد الارض ولا واحد الدار ولا هذه الا ما كانش عندك لاكسي ليها مثلا لا فوا بوبليك كيمكن لك دوز من عند جارك. هذا القانون كيعطي لك هذا الحق هذا. دونك هي ما كانش في خبارها هذه القضيه هذه. داكشي اللي دارت داك الولد ديالها تكلف ليها بالدوسي ديالها، كطالب بالحق ديالها اللي عطيه ليها القانون. دفعت الدوسي ديالها وبقات كتساين راكم عارفين هادشي يعني ديال المحاكم راه سابخون دو طون. دازت واحد العام بحال هكاك هذاك السيد محمد دار ولدو واحد الكسيده خايبه في المدينه، فاضطر انه يمشي للمدينه باش يقابل ولدو باش لينا كان مهرس وما يمكنلوش يجيبوا له عربيه شحال من حاجه غادي تكون ناقصاه. فمشى هو ومراته ومقابلين داك الولد عندهم في المدينه. المهم بقاو جالسين معاه واحد المده طويله تقريبا شي شهر ولا شهرين بحال هكاك.
شكون اللي غادي يقابل الارض ديال محمد؟ شكون؟ فاطمه. عيط ليها كيقول ليها فاطمه لاباس بخير ياك حنا جيران، هادي قابلي لي الارض ديالي، خرجي البهايم سقي ديري فعلي. ومسكينه داك فاطمه شنو دارت زعما في نظركم؟ قالت ليه لا، قالت ليه واخا هادشي كامل اللي دوزو عليها، واخا هو ما حنش فيها، تقابلت ليه الفيرما ديالو ووقفت معاه. قالت ليه حنا جيران، وانا هي كانت مرا كبيره مسكينه، راكم عارفين راه كانت كتحسبو بحال ولدها كاع، واخا راه تقريبا قد في السن، هي راه كانت كتحسبو بحال ولدها. قالت ليه ما كاينش مشكل، وقابلات ليه افيكتيفمون الارض ديالو على ما برا الولد ديالو ورجع. منين رجع قالت لي راني دعيتك وهاش كاين وهاش كاين وهاش كاين. قال لي انا قبل ما يخرج الحكم انا غادي نطلق لك الطريق ديالك، الله يسامح. وصاوب ليها السجنه من الفوق ديال داك الدجاج باش شداتو باش كيدخل ليه، وكيتعاون معاها وكتعاون معاه كما كان الحال، هما كيبقاو جيران. هذا الحق، هذا القانون هذا الصراحه انا ما كانش في خباري، وعجبتني هذه القصه وكنت نعاودها لكم باش نتوما تكون في خباركم. وكنتمنى ان هاد القصص كاملين اللي دازوا الاولى والثانيه والثالثه يكونوا عجبوكم. كما قلت لكم صيفطوا لي في الايميل الا كان عندكم شي قصص غريبه وعجيبه ولا فيها التقوليب ولا شي حاجه بحال هكا مثيره للانتباه شاركها معكم. و الفيديو ديال هذا النهار سالات، كنقول لكم الى فيديو لاحقه. السلام عليكم.